الآن طفح الكيل الجزائر يجب أن تعود إلى شعبها. طفح الكيل، يجب أن تخرج من أيدي العصابة، يجب أن تخرج من أيدي كفلاء العصابة في باريس وأمريكا والإمارات العيب أن أكون تابعا لسفارة أجنبية وأتقاضى أجرتي. يا رجل إذا كان نظامكم كله تابع لبرا، لا أبدا، هلك وقفت على خليني نجاوبك. لا دقيقة، لا ما راح خليك. لا يعني أنت تصور نظام على نفسي يا سيدي. يا رجل أنت تصور، تقول لي تتهم الآخرين. لا أصور أي شيء دقيقة ولا أتهم أي أحد. أنا أدافع عن نفسي يا سيدي. بلشتوا تتهموا الآن نفس الأسطوانة، من عملاء وخونة. لا نعطيك الدليل، أعطيك الدليل يا سيدي. الذي باع الجزائر سمعت منك هذا الكلام. دعني أرد فقط، بس رد لي على نقطة هذه. أقول لك الشباب، الشباب الجزائري في المقاهي بلا عمل، والمخدرات والهروب إلى إسبانيا وإيطاليا وكل ذلك. أنتم الشعب الجزائري، العقول أفضل الأطباء الجزائريين في الخارج.